كلنا نريد الطفل بنية قوية وصحة جيدة، لكن هل المكملات هي الحل؟ لا، وين الحل؟ الحل طبعا بالتغذية الصحية السليمة المتنوعة اللي بيها بروتينات ودهون ونشويات مهمة للطفل، مستحيل يحصلها من الشرابات والمكملات. عاد من مسوين الشرابات والمكملات؟ إذا صار عند الطفل نقص معين، هذا النقص ممكن يكون نتيجة تغذية مو سليمة، أو مثلا ياخذ شغلات تعيق الامتصاص، أو هو عنده حالة صحية مثل حساسية الحنطة تمنع امتصاص بعض المعادن مثل الحديد، أو النمو السريع اللي الطفل يريده حتى يحتاجه حتى ينمو أكثر، فبهيك حالة ممكن يحتاج إلى مكملات. بعض المكملات لازم نعطيها للطفل مثل فيتامين دي عند الولادة لحد ما الطفل يقوم يمشي الوقاية مالته، طبعا هاي بالرضاعة الطبيعية، والرضاعة الصناعية ممكن يحتاجها ل6 أشهر. الحديد جدا مهم للطفل اللي يرضع رضاعة طبيعية بالأشهر بين الشهر الرابع والشهر السادس، لازم ياخذ هذا المكمل. لكن بصورة عامة قوة الطفل والصحة البدنية الجيدة تعتمد على الغذاء المتنوع الصحي. أنا دكتور زياد الشريفي، دكتوراه في طب الأطفال.